النهارده حابة أتكلم معاكم في موضوع كده شخصي شوية. من سنين كده لقيت نفسي باسأل نفسي هو إيه ده؟ إيه اللي بيحصل؟ والقصة دي مش قصة حياتي، مش دي اللي أنا كنت متخيلة إني أعيشها، استحالة أبقى أنا بطلتها. فوصلت لمرحلة إني خلاص جبت آخري، وقررت إني لازم أعمل حاجة أعيد اختراع الحياة حواليا. أنا باكتب مذكراتي، فلما قعدت كتبت كده وأنا باكتب الرحلة، طلعت ب6 نقط مهمة أوي. مش لازم تبقى عامل خطة بيرفكت عشان تبدأ. كتير مننا بيستنى اللحظة المثالية، الخطة اللي ما فيهاش غلطة، الخطة اللي ما تخرش المية. بس الحقيقة إنك خوفك من اللي جاي هو اللي بيخليك ما تتحركش. خد الخطوة، الأهم إنك تبدأ. خد الخطوة حتى لو مش مثالية، حتى لو بتتكعبل، حتى لو الخطوة مش كاملة. ركز على الخطوة الجاية بس، خليك ماشي حتى لو بتتلخبط. حياتك بكرة هي عبارة عن الحاجات والعادات اللي انت بتعملها النهاردة كل يوم. مش كفاية انك تكتب اهدافك كل اول سنة ولا كل اول شهر. لازم الحاجات اللي بتعملها كل يوم الصبح وبالليل تكون ماشية مع الصورة اللي انت عايز تشوف نفسك فيها كمان سنة، 2، 3، 5. ابني عادات صغيرة تدعم القصة الجديدة اللي انت عايز تعيشها. لا انت متأخر ولا الوقت فات. في فكرة كده ساعات بتسيطر على الواحد إنه خلاص العمر جري، مش هينفع أعمل حاجة جديدة. الكلام ده مش صح، لأنه النجاح مش طريق مستقيم، مش منحنى صاعد على طول. عادي إنك ساعات تغير اتجاهك وتكتشف حاجات تانية احتمال تبقى أحسن. دايما بتختار الطريق الأمان، وساعات ده بيبقى أخطر حاجة في الدنيا. الدنيا بتكافئ الناس اللي بتظهر، اللي بتعمل تأثير، الناس اللي ما بتخافش تكون مختلفة. إنك تعمل حاجة مميزة يمكن دي تكون طريقتك في النجاح. طموحك لوحده من غير ما تحمد ربنا على اللي عندك فعلا دلوقتي هيخليك دايما تعبان ومخنوق. السعادة الحقيقية مش بس إنك توصل لحاجة معينة، السعادة الحقيقية إنك تكون ممتن لكل شيء موجود عندك النهاردة. شغال عشان تحقق أحلامك، ودايما بتحاول في الأحسن والأكبر والأنجح والأحلى، بس مستمتع باللي موجود النهاردة. العب على البعيدة. ناس كتير بتيأس بسرعة. المكسب الحقيقي بيجي لما بتستمر وبتطور نفسك ومهاراتك مع الوقت. تطوير وتحسين 1% كل يوم، هتلاقي نفسك على آخر السنة عملت إنجاز، وإنجاز كبير كمان. من الآخر يعني، ابدأ من النهاردة. مش لازم تستنى لما كل حاجة تبقى جاهزة ومتظبطة. ابدأ حتى لو بخطوة صغيرة ومتكعبلة. ابدأ. ما تخليش خططك تحصل الدايت اللي هتبدأه يوم السبت.